حضرتك عايز تكلمي اطلع بره. انا جبت عبد الواحد السيد وكان بره المعسكر، كان مع الاخ احمد حسام، قلت له هاته علشان يرفع الكاس اول واحد. هو طبعا خد الكاس ما رضيش يديه لحازم امام، مش مشكله، بس احنا عملنا اللي علينا. يا ابني هات الكاس، قال لا مش هديه، يا ابني اديه مش عايز اديه. لكن هي المشكله ان ده فريق جماعي. فانا بقول اهو الكل يقرر، اللي سافر واللي ما سافرش، اللي لعب واللي ما لعبش، عشان ما يبقاش فيه انقسام في الفريق. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني طبعا شرفتونا بدءا من السيد رئيس البعثه كابتن احمد سليمان بالشكل المشرف، فطبعا ما جبليش كرافتات معاه من نظام المطار، مش عارف ليه ما جابش. لا انا عايز كرافته. الشكل المشرف طبعا كابتن احمد حسام مدرب المستقبل في نادي الزمالك، المدير الفني المستقبل لنادي الزمالك ان شاء الله. وده اللي احنا بنقوله يا جماعه. لما لاول مره الزمالك حد بيمشي منه ما بيزعلش. كان قبل كده اي حد بيمشي لانه كان بيمشي بطريقه فيها غبا. خلاص انا ادى دوره مع السلامه. اول مره يبقى في احمد حسام ماسك قطاع، وفي محمد صلاح الراجل برضه ماسك القطاع، غالب سلطان. عايز اقول انه بيحب الزمالك في اي موقع يشتغل فيه. وبعدين ممكن في وقت تاني في ظروف تانيه نقول مثلا يرجع احمد حسام، يرجع محمد صلاح، يرجع مدحت، لان دي ادوار بتؤدى، بس كل بني ادم ليه وقته. طبعا بهني كابتن حسام رئيس القطاع، كابتن غالب سلطان، بقيه ولادنا انا عايز اشوفهم بس كوكبه اللي انا بعتبرهم مصنع الزمالك ان شاء الله في قرب. هو ده المصنع الحقيقي، انك لما بتربي ولد عندك ويطلع حابب النادي بتاعه ومن صغره عارف قيمه نادي الزمالك وشم الهوا في نادي الزمالك وكل في مطعم الزمالك وتربى بين جدران الزمالك، صعب انك تغير هويته. ويمكن ودي امنيه طبعا، ممكن اي راجل او اي سيده، اي راجل ممكن يغير مراته طلقها، ست تغير جوزها تخلع، في ناس بتغير دينها، لكن انتماء للنادي الحاجه الغريبه ما تغيرش. زملكاوي يقعد زملكاوي طول عمره، يتولد زملكاوي ويتوفى الله زملكاوي، ودي ظاهره غير طبيعيه في المجتمعات. انك انت ممكن تغير اي حاجه، تغير مهنتك، تعمل عمليه في مناخيرك، ست تلبس باروكه تغير شكلها، لكن تغير انتمائك ده اللي احنا بقى بنقوله لاولادنا. انتمائك للنادي، حبك للنادي. واحنا بنعمل حاجه جديده السنه دي ان شاء الله. المبنى الاجتماعي اللي 1200 متر ما عندناش بعد كده حد هينام تحت مدرج او هناخد له شقه بره. بنعمل 16 جناح لاولادنا يناموا فيهم، بحيث عندهم مطعم، عندهم قاعه محاضرات، عندهم مكان سينما، عندهم مكان يناموا فيه اللي هو المبنى الاجتماعي الجديد اللي احنا عاملينه ده، بحيث يبقى عنده احساس ان النادي بتاعه من صغره هو محترمه. زي ما احنا بنحترم اعضاء النادي دلوقتي وعاملين نادي يليق بالاعضاء، هو ده احترام للاعضاء. زي ما بنحترم عضو النادي العامل، وعملنا الحمد لله مؤسسه رياضيه اجتماعيه فيني فخرا انا ومجلس اللي شغال معايا ان كل مصر قالت ده نادي مش في مصر، ده نادي في اوروبا. ده اللي احنا بنعمله. زي ما احترمنا الاعضاء بنحترم ولادنا الصغيرين اللي طالعين في جميع الاعمار السنيه، بحيث انه انتمائه للنادي يبقى مش انتماء بس بالهويه، لا انتمائه بحب للمكان. ما دام المكان موفر له اللبس النظيف، موفر له مدرب على مستوى، موفر له مكان ينام فيه لو كان مغترب، موفر له كل الامكانيات دي، هيبقى عنده حب للمكان وانتماء للمكان. انا في النهايه طبعا بشكر كل اللاعب، بشكر كل المدربين، المدرب بتاعهم ومدربهم كابتن محمد. عم مشاكل كابتن محمد، اتفضل.
بعمل مشاكل برضه. بعمل مشاكل. طبعا بنحييهم الاول طبعا. بنحيي طبعا الاول كابتن غالب سلطان. على فكره كنت بروح اشتري من عنده، كنت وكيل اول من شمال القاهره، والتوفيقيه دي تبع الازبكيه كانت تبعنا، بس كنت بشتري بفلوس والله، اسالوه. فقعد يقول لي انت من الزمالكاوي ما تيجي نعمل لك عضويه، الكلام ده من حاجه بدايه الثمانينات تقريبا. فاذا كان حد متضايق مني يبقى هو السبب، هو اللي جابني هنا. مش متاكد؟ طيب ماشي. واللي خلاني بقى دخلت الانتخابات الله يرحمه كابتن نور الدين، هو اللي جه البيت عندي بتنزل الانتخابات، ونزلت الحمد لله ربنا وفقنا من يوم الحمد لله عضو ثم